امبارح انا نزلت عندي منشور على المنتدى او الكوميونتي الخاص بالقناه على اليوتيوب، وسالت الناس ايه اللي بيهمك في الذكاء الاصطناعي اكتر، وسبت اقتراحات: البرمجه والاكواد، ولا الصور والفيديوهات، او الاستخدامات اليوميه والمهارات، او اذكر ما يهمك في تعليق. وسبت حتى الخانه دي عباره عن قوس مفتوح، قلت الناس تشارك اللي هي عايزاه. وبالفعل زي ما انت شايف ان في اكتر من 500 شخص شارك، منها بتعليقات طبعا لناس كانت بتسال على حاجات هي كانت طالباها، او عايزه حاجات هي كانت طالباها. بس كان في تعليق او في طلب دايما كان بيجي لي عندي على القناه، بس طبعا مش بشكل دائم. يعني مثلا ممكن فيديو فيديو لا، ممكن الفيديو بتاع النهارده ينزل عليه التعليق ده، فيديو اخر ما ينزلش، ثم الفيديو اللي وراه، وهكذا. وهو ازاي اكسب فلوس منه، او ازاي اقدر اكسب فلوس من الذكاء الاصطناعي، ازاي اقدر اطلع فلوس من الذكاء الاصطناعي. احنا شفنا التطور الرهيب بتاع الاي اي، بس احنا بقى عايزين نكسب فلوس. احنا شايفين الناس بتكسب فلوس، مش معنى احنا ما بنعرفش نكسب فلوس. فانا قررت ان يعني من بدايه الفيديو ده ان شاء الله اني بالفعل اخصص جزء عندي من الفيديوهات اللي بنزلها على حوار ان انت ازاي تقدر تكسب فلوس من الذكاء الاصطناعي. لان بالفعل انا كنت بركز قوي عندي في القناه على حوار اللي هي النماذج والتجارب والاكواد والاختبارات والكلام ده كله، ونسيت الحاجه اللي الناس اصلا يعني بتحبها وعايزاها. فانا قررت ان شاء الله مثلا فيديوهين ثلاثه لا، افتراضا بعد كده اتكلم مره اخرى عن الربح واديكم افكار. يعني الفكره كلها ان انا ان شاء الله في الفيديو ده جاي اديك فكره واطبقها معاك. الفكره عجبتك طبقها ورايا، وان شاء الله ربنا يكرمك. ممكن يعني تنجح معاك ومع غيرك لا، ممكن تنجح مع غيرك ومعاك لا. في النهايه انا جاي اديك الفكره. شوف الفيديو لحد النهايه، الفكره دخلت دماغك خلاص كان بها نفذ ورايا، وان شاء الله ربنا يكرمك. الفكره ما عجبتكش انتظر فيديوهات اخرى هتكلم على افكار اخرى، لاني هنزل لك افكار خطيره جدا ان شاء الله يعني في الفترات اللي جايه، او ان شاء الله نكون مع بعض على طول يعني في الحوار ده. وهنزل لك افكار اخرى جميله جدا، وطبق من ورايا وشوف. يعني انا جاي اديك افكار وانت خدها طورها حسنها، اعمل اللي انت عايزه حرفيا. بس المهم ان انت باذن الله تشوف الفيديو وتطلع بافكار حلوه. عشان ما اطولش عليكم نروح بقى دلوقتي في الشرح. وفي الفيديو ده انا جاي اقول لك ان انت ازاي تقدر تعمل موقع اختبار سرعه الكتابه. الموقع ده على فكره، او الموقع ده على فكره، في ناس مهووسه بحوار سرعه الكتابه ده. انا اعرف واحد صاحبي حرفيا يعني ايديه دي ما شاء الله مكنه كتابه. انا مش بحسده يعني، اللهم لا حسد، بس هو الفكره ان هو سريع جدا يعني ومجنون بسرعه الكتابه. كل شويه يبعت لي سكرين شوت يقول لي بص انا سرعه الكتابه عندي زادت ثانيه، زادت مش عارف كام لحظه. انت مريض ولا ايه يا ابني؟ انت استهدى بالله في ايه؟ ده انا بكتب كلمه في الدقيقه، انت عايز ايه؟ لا بس في ناس مريضه كده، في ناس فاحنا نستغل الناس المريضه دي، فعلا والله، لان الناس دي مش طبيعيه. فانت لو جيت مثلا عندك على موقع اختبار سرعه الكتابه، هتلاقي عندك بالفعل هنا في مواقع اكاديميه الطباعه، هتلاقي عندك مثلا مواقع اخرى. فاحنا هنعمل حاجه شبهها، هنعمل موقع شبه ده بس بحاجات افضل بكتير. زي ما انت شايف اختبار سرعه الكتابه، وهختار مثلا هنا عندي دقيقه واحده. مثلا هكتب هنا من منا لم يسمع بالعمل الحر، تمام. المفروض ان في نقطه ومن والله في انت فهمت يعني. انا ما عنديش اعصاب الصراحه للهبل ده، تمام. طيب فهو حرفيا بيديني اساسا 30 ثانيه ولا مش عارف كام، 40 ثانيه. فزي ما انت شايف فاحنا نعمل حاجه زيها بل افضل منها، وبلغات عده كمان باستخدام الذكاء الاصطناعي. طيب وعندك حتى كمان في المواقع الاجنبيه معروف قوي يعني الحوار ده. اول حاجه احنا هنحتاجها ايه؟ بص يا معلم، هو في طريقتين، في منهم طريقه سهله وفي منهم طريقه صعبه سيك. هو في منهم 3 طرق، حتى مش طريقه واحده ولا طريقتين، في منهم 3 طرق. طريقه سهله جدا، طريقه متوسطه، طريقه صعبه جدا. ان شاء الله الطريقه الصعبه جدا دي انا شرحتها قبل كده اصلا، فهنركز عندنا بقى في الطريقه السهله والطريقه المتوسطه. اول حاجه طبعا احنا محتاجينها وهو الاستضافه. فنروح هنا عندنا على مثلا استضافه انا دايما بستخدمها، وهي استضافه هوستنجر. هسيب لك الرابط بتاعها تحت في الوصف. الاستضافه دي حرفيا انا بستخدمها بشكل دائم عندي في كل حاجه حرفيا، لاني اساسا المواقع بتاعتي كلها عليها. يعني كل المواقع اللي انا بعملها وكل حاجه وشغلي كله والموقع الاساسي بتاعي عليه. ليه؟ لان الموقع ده حرفيا اسعاره رخيصه جدا. ده اول حاجه، تمام. يعني انت جيت هنا عندك هتلاقي عندك بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم استضافه بتبدا من $1.50. انا ما شفتهاش قبل كده اساسا في اي خدمه الصراحه، يعني اسعار رخيصه جدا. ولو عندك الخطه رفعت تقدر تتواصل مع الدعم وتقول له ارجوك نزل لي السعر بليز، هينزله لك. الصراحه ممتاز جدا في الحوار ده. ده اول حاجه. تاني حاجه وهو ان بيدعم حاجات كتيره جدا متعلقه بالاي اي. يعني اوبن كلاود، عندك هنا حاجات بتاعت مثلا اللي هو هيرمز ايجنت، N8N، اوبن كلاود، جوجل ورك سبيس،
الايجنت هتكلم عنه ان شاء الله، مليون حاجه اصلا، اللي هو الوو كوميرس، مليون حاجه الموقع ده بيديها لك بسهوله من غير تعقيدات التثبيتات بتاعت الادوات دي. تمام، حرفيا بضغطه زر خلاص انت ثبت كل حاجه من غير ما تخش عندك على التيرمينال وتضيف وتعمل وتروح تبحث ايه الخطا اللي انا عملته وجع القلب ده كله اللي انا كنت بعمله الاول على صدفات اخرى. فالموضوع ده سهل جدا يعني. طيب فهاجي هنا عندي على الاسعار عشان اقول لك عندك هنا في خدمتين. اول خدمه وهي خدمه اسمها هورايزن. الخدمه دي حرفيا تعتبر اسهل حاجه، انا هشرحها برضو زي ما انت شايف ان الخدمه دي اسمها هورايزن. الخدمه دي عباره يعني اسهل حاجه، انت كانك بالظبط دخلت عندك على جوجل بيلد. تمام، اللي هو مثلا ده، عارف انت جوجل بيلد ده اللي انت بتخش عليه وشرحته قبل كده وتخش تطلب منه اللي انت عايزه بيعمله لك، يعني كموقع كتطبيق كاي حاجه معروف وغني عن التعريف. يعني نفس الفكره بالظبط بس على هوستنجر. انت مش محتاج تحمل المشروع وبعد كده تثبت عليه مكتبه النود وبعد كده ترفعه، والبلاوي اللي انا عملتها قبل كده في شرح فات عندي على القناه، لان شرحت الموضوع ده 3 مرات عندي على القناه. ويعني ودي الطريقه الاصعب بالمناسبه. فدي الطريقه الاسهل بقى اللي انا بقول لك عليها دي. تمام، ان انت حرفيا بتخش يعني تطلب منه اي حاجه، اعمل لي موقع لاختبار سرعه الكتابه وتك تك اللي انت عايزه. الاسعار بتاعته يعني منطقيه شويه، لان هنا مثلا نقول لو انت هتاخد يعني ارخص خطه خالص اللي هي الخطه دي، مثال لمشروعك الاول اكتشف مميزات او المميزات الاساسيه. هنا بيقول لك انشئ موقع واحد، اضف حسابات المستخدمين وتسجيلات الدخول وتخزين البيانات. يعني اساسا في داتابيز، فانت اساسا بيسهل عليك الدنيا ان انت اساسا مش محتاج ان انت تربط داتابيز خارجي، لا هو بيعمل لك داتابيز داخلي. يعني اصلا يعني لو انت مثلا هتسجل بيانات او في ناس هتسجل من وراك او الكلام ده كله، فمشروعك منه فيه، يعني استك منه فيه حرفيا كل حاجه جواه، مش محتاج ان انت تجيب خدمات خارجيه. تمام، عندك هنا طبعا بيقول لك مشاريع محسنه للسيو، ده مهم جدا. يعني عندك هنا طبعا ده الاي اي ده غنى يعني لا غنى عنه اكيد. وعندك الدعم كمان الخاص بالخدمه. وعندك هنا طبعا بيقول لك ان هنا ممكن يقدر يديك دومين مجاني. تمام، عندك هنا لو انت جيت مثلا عندك على فين يا رب الخطه دي، في خطه ان هو بيقدر يديك دومين مجاني كمان. بس عموما على افتراض ان احنا هناخد عندنا الخطه ام 70 دي، على ما اظن خطه مناسبه جدا لو انت بالفعل حابب انك تبدا بشكل او يعني بدايه صحيحه، اللي هي يعني حوالي $13 او $14 في الشهر. اختار الخطه دي. هنا طبعا اقدر ان انا اخد دومين مجاني، وهو زي ما انت شايف قم بتامين دومينك. تمام، نطاق مجاني لمده عام، ده مشمول. فانت هتاخد يعني نطاق مجاني. عندك هنا بيقول لك اضافه مجانيه لمده عام برضو مشمول. تمام، يعني تاخد هوست اساسا لمده سنه، يعني نطاق لمده سنه واضافه لمده سنه. وعندك هنا بيديك 5 صناديق تقريبا ولا صندوق واحد مش عارف الصراحه، اللي هو يعني بريد الكتروني. اقدر ان انا اكتب له الدومين، يعني مثلا تايب تيست 1 افتراضا، ده اسم الايه، ده اسم الدومين افتراضا. طبعا اقدر اختار الدومين بتاع اللي هو تايب تيست سبيد 1 تمام .com، واقول له مثلا عايز الدومين ده على افتراض يعني. طيب وهنا طبعا زي ما انت شايف هنا بيقول لي اللي هو سنه واحده مجانا. اقدر احط عندي القسيمه. لو طبعا انت شايف اللي هو رقم 167 ده كبير، لا انت ممكن مثلا تحط عندك الكود ده اللي هو كريزي نت وتدوس عندك على تطبيق الكود، او سعر عندك هينخفض ل 150 او $151 ده لمده سنه كامله حرفيا. بعد كده طبعا هتدوس متابعه وتبدا بقى ان انت تضيف عندك البيانات بتاعتك، يعني تسجل حساب وبعد كده تضيف بيانات اللي هو الفيزا والكلام ده كله عشان تدفع. ده الطريقه الاولى واللي هي الاسهل بس غاليه. تمام، بس هنتبعها وهشرحها لك. هتيجي هنا عندك طبعا بعد ما تخش عندك على حسابك، هتخش هنا عندك بالشكل ده على حسابك، وطبعا ده الحساب بتاعي اللي عليه الفي بي اس، يعني الحاجات اللي انا بعملها. هاجي هنا عندي على هورايزن زي ما انت شايف، وابدا طبعا دلوقتي بقى ان انا اشتغل. اقول له هنا ابدا الان. طبعا هتلاقي عندك هنا في الصفحه الرئيسيه تمام، هتلاقي عندك هنا او الخانه اللي على الجنب دي في حاجه اسمها هورايزن، واروح دايس عندي ابدا الان وابدا دلوقتي ان انا اشتغل. هنا طبعا بيقول لي ماذا تريد ان تصنع. طبعا انا عشان اكتب برونت صحيح اقدر ان انا بكل سهوله اجي هنا عندي على اي ذكاء اصطناعي واديله الحاجه اللي انا عايزها بالتفصيل. يعني كمثال هاجي هنا عندي على اللي هو جوجل سيرش، وهقول له مثلا اكتب لي برونت لموقع اختبار سرعة الكتابة، ويكون الموقع ده قوي وفيه مميزات مش موجودة في المواقع الأخرى، منها التحكم في المستويات المختلفة مع اللغات المختلفة، وكمان اختيار التوقيت المناسب أو العد التنازلي للموقع لسرعة الكتابة، مع تصميم عصري وقوي، ويدعم اللغة العربية والإنجليزية والأسبانية والبرتغالية في واجهة الموقع والاختبارات أيضا. أما عن الكتابة يمكن أن تأتي
بكتابات عشوائية من الإنترنت، وحتى يمكن أن تتحكم في عدد الكلمات والحروف في الاختبار، وأيضا عدد الثواني في الاختبار، ويكون هناك قائمة من حصل على المرتبة الأولى بالدولة أو علم الدولة والاسم. طبعا ممكن أنا أقدر أقول له مثلا عايز كذا كذا، وهقول له مثلا عايز الإيه، عايز البرونت يكون باللغة الإنجليزية، ويكون برونت احترافي شامل كل شيء حتى لو في حاجة أنا لم أذكرها. على فكرة كمان ممكن أقول ده عندي الجوجل، وممكن كمان إن أنا أستغل عندي قدرات كلود، كون إن هو كلود بالفعل ممتاز في البرونتس اللي هو بيطلعها. فممكن أقول له مثلا سيدي أدي مثلا عندي الكلودز اللي هو مثلا سونيك اللي هو السونيت معلش اللي هو 4.6، وكمان أقول له أنا هنا محتاجها اللي هو الإيه يكون عندي على الماكس، بحيث إن هو يطلع لي أفضل حاجة ممكن. أقول له مثلا كده أهو. وطبعا ممكن أقول له أنا عايز اسم الموقع، مثلا عايز يكون اسم الموقع اختبر سرعتك، تمام. طبعا بغض النظر يعني واهتم بالتصميم، ادي له انتر وانتظر دلوقتي البرونت اول ما يطلع. طيب هتقول لي انت ليه اخترت اساسا البرونت يكون باللغه الانجليزيه؟ لان البرونت اللي باللغه الانجليزيه بيكون صديق كويس جدا للذكاء الاصطناعي، لان هو الصراحه البرونت باللغه الانجليزيه بيكون اولا اسرع ان الذكاء الاصطناعي يفهم انت عايز بالظبط، بيطلع نتيجه افضل بكتير، وكمان واهم من كل ده بيكون موفر بشكل كبير جدا للتوكن. فانا مستفيد بكل الحالات ان البرونت اساسا يكون باللغه الانجليزيه. فعموما يعني هنتظر لحد ما يخلص. تمام، دلوقتي عندي ان هو خلص، فكل اللي هعمله هاجي هنا عندي كوبي، واروح هنا عندي على هورايزن وادي له البرونت، واقول له اعمل حاج صلى على النبي ابدا، تمام زي ما انت شايف، واسيبه بقى هو مع نفسه يخلص اللي هو هيخلصه. طبعا هنا بيقول لي لو انت موافق وبتاع، اقول له ماشي موافق ابدا، موافق ابدا، بحيث ان هو يبدا يلا بينا بقى. انا طبعا بيقول لي انت بتستخدم الارصده بناء على تعقيد طلبك والكلام ده كله، هقول له فهمت تمام. زي ما انت شايف ان هو خلص دلوقتي. هنا طبعا الموقع شكله لذيذ الصراحه، بس ما كنتش ده اللي انا عايزه قوي يعني، كنت عايز الموقع يدخلني بشكل مباشر. حتى الحلو كمان ان هو بيدعم الموبايل. طيب ادوس هنا عندي على اختبار الكتابه، هقول له مثلا الوقت يا سيدي مثلا 60 ثانيه، الصعوبه مبتدئ، اللغه العربية، ومؤثرات صوتية، وابدأ الاختبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا ثانية واحدة، بركاته. عملتها الدقة 100%، خد مني مش عارف ايه. طيب اقول له مثلا انا بخير. طبعا هنا كل ما ده بيتغير، بص انا بخير، ايه ده المفروض الف الف بهمزة، انا بخير والحمد لله، في واو، الحمد لله على كل حال، لا مش على كل حاجة، يخرب بيت الدماغ. طيب الاختبار طبعا هشوف ان رحت المتصدرين، مفيش متصدرين لان انا ما عملتش حساب، فاقدر ان انا اخليها الوضع الليلي احسن الصراحة. اجي هنا عندي على انشاء حساب، اقدر احط الحساب بتاعي سجل عن طريق جوجل وبيفتح. طبعا هنا دي انا اقدر ان انا اضيفها عادي، او انا اقدر ان انا اعملها عادي عن طريق البرونتس. لو انا جيت بصيت عندي على حسابي هلاقي عندي ان هو اخد مني 5 كريدت بس. يا راجل طب والله رخيص يعني، شفت هو بيستهلك قد ايه، مش حاجات صعبة، 5 كريدت بس. يعني لو انت حرفيا شحنت ب 30 كريدت تقدر تعمل موقع شامل وكامل كل حاجة، ولسه باقي معاك حتى كريدت اللي هو ارخص خطة ممكنة كمان. ادوس هنا عندي على تحرير المحتوى، اقدر ان انا مثلا اقول له ايه، حرر لي المحتوى، بحيث ان انا مثلا اقول له ان هو يعدل على ده وده وده اللي انا عايزه يعني. اقدر طبعا ان انا اقول له والله اعمل ده واعمل ده واعمل ده. ادوس هنا عندي على ده واحدد العنصر بالظبط فين المشكلة، مثلا نقول له اللي هو ايه، يعني التسجيل نفسه محتاج ان هو يتعدل كده، فاهم قصدي؟ يعني مثلا اجي هنا عندي على اللغة العربية واقول له والله مثلا الالوان مش عجباني، فانا الالوان سيئة جدا وبتوجع العين، الالوان بتوجع العين. هقول له غير لي الالوان وما تعملش التدرج اللوني ده، خليه لون واحد موحد. او ممكن حتى كمان ان انا اروح عندي على النانو بنانا واعمل موقع بتصميم وادي له الصوره دي واقول له انا عايز التصميم يكون ده شكله، فاهم قصدي؟ دي برضو فكره اخرى. يعني مثلا اجي هنا عندي على فلو، واجي هنا مثلا اروح عندي على النانو بنانا واعمل هنا مثلا عندي كرييت، واقول له والله انا مثلا التصميم بتاعي ده وحش جدا، انا عايز اعمل تصميم موقع كذا كذا، وهو بالفعل يعمل لي تصميم بناء على اللي انا طلبته. طيب دي حاجه برضو اخرى. فطبعا هنا بعد ما انا اخلص اقدر ان انا اعمل نشر، هينشر عندي الموقع بتاعي طبعا بالدومين وكل حاجه، وهيكون متوافق مع السيو، ودي نقطه مهمه. يعني مثلا هنا ده المعاينه، الموقع بشكل كامل ده شكله. طبعا اي حاجه في دماغي انا عايز اعملها اقدر ان انا اعملها. تمام، لوحه المتصدرين طبعا زي ما قلت لك ان هو هيظهر فقط وقت ما انت بالفعل الناس تبدا
تبدا ان هي تسجل، يعني مثلا تسجيل دخول او انشاء حساب متابعه عن طريق جوجل، للاسف هي مش موجوده لان انا لسه ما عملتش داتابيز، بس اقدر ان انا اقول له ضيف لي داتابيز والكلام ده كله عن طريق ان انا اجي هنا عندي على البيانات واقول له مثلا ضيف لي بيانات اللي هو الداتابيز والتسجيل عن طريق جوجل والكلام ده كله، اللي هو مثلا تسجل جديد، واقول له مثلا الاي دي اللي هو مثلا عبد اللطيف، الايميل والكلام ده كله بالنسبه للناس اللي هي حابه انها تسجل، واضيف اللي هي ميزه تسجيل بالفعل عن طريق يعني الايميل او جوجل والكلام ده كله. الموضوع سهل برضو عن طريق فقط ان انا ادي له الامر. طبعا ده اللي انا اقدر يعني اسجل حساب. نيجي بقى دلوقتي للخطوه الثانيه اللي انا قلت لك عليها، اللي انت من خلالها برضو ان انت تقدر تعمل نفس الفكره بس مش عن طريق هورايزن، عن طريق برضو مثلا خدمات اخرى زي جوجل بيلد او ليفابل او غيره، بس طبعا مش هتكون بالسهوله اللي انا شرحتها لك دي، هتكون معقده اكتر، ولكن انا مش هشرحها بالتفصيل لان انا بالفعل تطرقت ليها قبل كده في فيديو سابق، اتمنى ان انت ترجع له، هسيب لك انا الفيديو ده تحت في الوصف. بيقول لك اصنع اي موقع خيال باستخدام بيلد من جوجل اي ستوديو وخلافه، اتمنى ان انت ترجع له، هسيب لك الفيديو ده ان شاء الله تحت في الشرح لانه فيديو مهم جدا. هو يعني بقاله 8 شهور او 9 شهور بس ما زال شغال وما زال كل حاجه، كانك حرفيا بتدخل عندك على جوجل بيلد. يعني انا افتراضا عملت عندي مشروع على جوجل بيلد زي ما انت شايف، وهو يعني كانه موقع متعلق بكاس العالم، يعني مثلا افتراضا موقع انا بقدر اشوف منه مباريات كاس العالم واعرف منه الاخبار والكلام ده كله، بس كان مجرد مشروع كده غريب في خيالي حبيت ان انا اعمله بس كسلت الصراحه. ولكن تمام، انا افتراضا يعني لو المشروع ده هو مشروع الكتابه اللي انا قلت لك عليه، اللي انت تقدر هنا حرفيا تيجي هنا عندك على جوجل بيلد وتكتب اللي انت عايزه وتدي الامر اللي انت عايزه وانتهى الموضوع، انت بالفعل عملت مشروعك. فكأن بالظبط ده الموقع اللي انا قلت لك عليه او الخدمه اللي انا قلت لك عليه اللي هي اختبار الكتابه. فانت تيجي هنا عندك على كود، يعني على افتراض بعد ما انت خلصت الموقع بتاعك على بيلد، فتيجي هنا عندك على كود، هتعمل هنا اكسبورت داونلود عشان تقدر ان انت تحمله. بعد كده طبعا بعد التحميل اللي هو تحميل المشروع هيكون عندك بالشكل ده. هعمل هنا عندي فولدر جديد باسم مثلا نيو فولدر، اقوم هنا جاي نسخه هنا اهو، اقوم جاي فاكك الضغط من عليه زي ما انت شايف، ده هيكون عندي شكل المشروع. اجي بقى دلوقتي للخطوه الثانيه وهو ان انا اختار الاستضافه. انا هنا عندي افتراضا على هوستنجر في انواع استضافات مختلفه، زي مثلا زي مثلا اللي هي الاستضافه اللي هي الشيرد. عندك هنا انواع شيرد، بس طبعا انا الشيرد حتى كمان فيها خطط، يعني هتلاقي عندك هنا مثلا الخدمات، تمام، استضافه المواقع زي ما انت شايف، وهتلاقي عندك هنا بالفعل زي ما انت شايف عندك السنجل، البريميوم، البيزنس. ايه مميزات البريميوم والبيزنس؟ طبعا فكك من السنجل لان ملوش اي لازمه، وكمان حتى كمان مش صفقه مربحه باي حال من الاحوال. ليه؟ لان هو ما بيديكش دومين مجاني. اول حاجه بيديك موقع واحد، 5 ارصده، طبعا فايب كود غالبا انت ممكن ما تحتاجهاش اصلا، 10 جيجا تخزين، وفي النهايه الموقع ما بيديكش دومين. هنا عندك من اول بريميوم بيديك دومين زي ما انت شايف، دومين مجاني لمده سنه، وبيديك لحد ما انت تعمل 3 مواقع، ومساحه التخزين 20 جيجا، وبيديك ايميلين، يعني فايب كود 5 محاولات. البيزنس ولا انا افضله الصراحه، هو غالي سيكا بس مش غالي للدرجه اللي تعجزك، يعني ده لو انت شغال طبعا على النت او هتعمل فلوس والكلام ده كله، لا بتقدر تطلع منه فلوس. وهو عن طريق اللي هو مثلا اللي هو البيزنس بيقول لك انشئ حتى 50 موقع. عندك هنا طبعا بيقول لك 50 جيجا، طبعا ان في ام وحده تخزين اسرع، فبالتالي انت عندك سرعه استجابه اسرع في الموقع، وده مهم جدا للسيو وللتصدر كمان ان انت تكون مرتبه اولى. عندك هنا بيقول لك 5 تطبيقات ويب مداره باستخدام النوت جي اس، وده مهم جدا لان انت ممكن ترفع عندك موقعك او الحاجه اللي انت عملتها عندك على جوجل على جيت هاب، مثلا جيت هاب افتراضا انت حابب ترفع موقعك عليه، بحيث ان انت، انا شرحت قبل كده ان انت ازاي تقدر ترفع موقعك عندك على جيت هاب، تقدر ان انت تستورد بالفعل الموقع بتاعك او الخدمه بتاعتك اللي هي بتاعت نوت جي اس، تستوردها من عليه بحيث ان انت فين مشاريع يا ربي البروفايل، بس عموما يعني تقدر بعد ما تحط مشروعك تمام تقدر ان انت حرفيا تستورده عن طريق اللي هو عن طريق النوت جي اس. يعني افتراضا على افتراض انا مثلا هاجي هنا اهو، اجي مثلا عندي على موقع او يعني مواقع الكترونيه، ونسيت اقول لك حاجه، نفس الفكره لو انت اخترت الخطه البيزنس، هتيجي هنا عندك على الخطه البيزنس هتقدر ان انت هنا تحط عندك الكود اللي انا اديتهولك اللي هو اللي هو مثلا كريزي نت زي ما انت شايف، هتقدر تاخد خصم، بس طبعا من بدل مثلا نقول اللي هو 8 هيبقى مثلا 12 شهر، هيبقى عندك الاجمالي 2257 جنيه مصري، بس طبعا بالدولار حوالي 60 دولار افتراضا، فسعر حنين، يعني سعر حنين جدا، وهيكون عندك دومين مجاني زي ما انت شايف، هتحصل خصم كويس قوي من وراه يعني، تمام، نفس الفكره بالظبط، ده بالجنيه المصري اكيد
اكيد بعملتك انت ممكن يكون ارخص بكتير. فاجي هنا عندي على مثلا اللي هو موقع الكتروني، جميع المواقع. اجي هنا مثلا عندي على الخط البيزنس، ادوس هنا عندي على اضافه موقع زي ما انت شايف. اجي هنا عندي على النود جي اس. بعد كده افتراضا اجي هنا عندي اقول له استخدم دومين مؤقت. بعد كده مثلا اجي هنا اقول له مثلا هات او استورد المشروع بتاعي من على جيت هاب. تمام، اقول له مثلا يعني اظهر لي، واحط هنا عندي الباسورد، واقدر استورد المشروع بتاعي عندي من جيت هاب بشكل سريع ومباشر. فالموضوع بيكون سهل جدا. او عن طريق ان طبعا بيقول لي ايه هو المستودع بتاعك او اللي انت حابب ان انت تقدمه. اقول له مثلا يا سيدي انا مش فاكر اصلا المشاريع اللي انا بعملها هنا اهو، والله نسيت اساسا، غالبا ده المياو او مشروع المياو كنت عملته قبل كده. هقول له ماشي متابعه، والله ما فاكر اصلا، حاجات كتيره عملتها ونسيت. دي المشكله اللي انت عندك حرفيا حاجات كتيره جدا بتعملها. بس طبعا هنا بتختار عندك بقى اللي هو الايه، يعني حرفيا المشروع مثلا على اللي هو الفيت عندك هنا طبعا اللي هو الايه النظام بتاع التشغيل اللي انت حابب تشغله عليه. دي طبعا محتاجه وقت مخصص شويه ان انا اتكلم عنها. تمام، بس عموما خليه الافتراضي زي ما انت شايف، خليه على 22 وبس. يعني حرفيا تقدر هنا ان انت تيجي تبص عندك على المشروع. طبعا هو لسه لم ينشر بس هو يعني قرب ان هو ينشر. فاجي هنا عندي بكل بساطه واريحيه اقول له نشر عشان ينشر المشروع بتاعي. فطبعا هنا لو في اخطاء هيقول لك ان في اخطاء او حاجه، لو بالفعل انت الموقع بتاعك مش شغال بشكل جيد. بس في طريقه اخرى ان انا برضو اقدر عن طريق الشيرد ان انا اجي هنا عندي على نيو فولدر. بعد ما فكيت الضغط اجي هنا عندي على السي ام دي. تمام، او المسار فوق للاسف يعني المسار في الاعلى اكتب سي ام دي. وبعد كده طبعا اجي هكتب هنا مثلا ان بي ام انستول، مثلا ان بي ام انستول، او ان انا احط حرف الاي فقط. تمام، هيثبت معايا مكتبه الان بي ام. بعد كده طبعا اكتب عندي طبعا هنا بعد ما يخلص اكتب عندي ان بي ام بيلد ران، او يعني ان بي ام ران بيلد لو انت محتاج. ده هسيبه لك تحت في الوصف، ولكن كل ده انا اتكلمت بالفعل عنه الفيديو اللي فات اللي انا هسيبه لك ان شاء الله برضو تحت في الوصف. تمام، الفيديو ده اللي هو بالرابط ده هسيبه لك ان شاء الله برضو تحت في الوصف، لانه فيديو مهم جدا تقدر ترجع له عشان ما عادش شرح الكلام ده كله يعني، لان انا بالفعل اوريدي شرحته. وبعد كده طبعا تخش عندك على ديست، وبعد كده طبعا تخش عندك على الاسنس، وهتلاقي عندك طبعا ده الاندكس المفروض ان انت تحطه. ده الماب بتاع السيرفر ماب والحاجات دي كلها انا شرحت ازاي انت ترفعها عندك على اللي هو العادي يعني. ففي كلا الحالات هوستنجر الصراحه مرنه جدا معاك في الحاجات اللي هي بتقدمها لك. طيب اجي دلوقتي عندي اعمل ريفرش مثلا افتراضا ونشوف اهو ده المياو مثلا او مشروع المياو. اكتب مثلا اي حاجه السلام عليكم، هنا يقول لي مياو. ده المشروع كان غبي قوي انا عملته بس حبيته الصراحه. يعني مثلا اسمه مياو جي بي تي. كيف الحال، عجبني قوي الصراحه المشروع ده، كنت بحبه قوي. كيف الحال، تمام. كان عندي قطه اسمها اوشا ربنا يمسيها بالخير، مشيتها. كانت دايما كنت لما بقعد اتكلم معاها مثلا اقول لها ازيك عامله ايه، تقول لي مياو، واتكلم معاها وهي بترد تحس بنفس الزياده بتاعه الكلام. يعني مثلا اكلمها بشكل كتير هي مياو 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 مياو, مياو. كانها بترد عليا، ولا هي فهماني ولا انا فاهمها، بس عجبنا الحوار مع بعض. تمام، والصراحه انا يعني هي انا مشيتها الصراحه لان كانت بتاكل في الاسلاك عندي وكانت مبهدله لي الدنيا هنا في الاوضه. بس وحشتني والله بنت اللذينه. بس عموما يعني نفس الفكره، انا حبيت ان انا اعمل حاجه تحيي ذكرها. مياو مياو فينك دلوقتي، او فينك، هي كانت انثى، فينك دلوقتي. هترد عليا تقول لي مياو مياو، برضه نفس الفكره. لو كلمتها بالانجليزي هاي هترد عليا بالانجليزي، ما اصل هي عندها لغات بنت اللذينه. بص مياو مياو كان مشروع لذيذ قوي الصراحه، حبيته. بس يلا بقى هتلاقي عندك هنا بقى عبد اللطيف بس خلاص. عموما ده كان الفيديو، اتمنى يكون الفيديو مفيد واستفدتم منه. اشوفكم بقى على خير ان شاء الله في فيديو جديد. واي حاجه سيبوا لي تحت في التعليقات. هو مجرد فكره يعني، انا كل اللي انا قلته لك ده مجرد فكره، مجرد طريقه، فكره. تقدر طبعا بقى تحط اعلانات جوجل ادسنس. لو انت عندك اعلانات جوجل ادسنس تقدر تحط اعلانات جوجل ادسنس. طيب تحط اعلانات جوجل ادسنس ازاي؟ عن طريق ان انت حرفيا تيجي هنا عندك على هورايزن، تروح هنا عندك على جوجل ادسنس افتراضا، تروح عندك على جوجل ادسنس وتيجي هنا عندك على اعلانات. ثم بعد كده كل اللي انت هتعمله ان انت هتيجي تنسخ هنا عندك الكود او تعمل اعلان. يعني مثلا اللي هو وحده اعلانيه محسن، وطبعا تحط عندك الكود بقى بتاع الاعلانات بتاعتك. مثلا تحط الاسم الوحده الاعلانيه والكلام ده كله وتخليه متجاوب والكلام ده كله. وبعد كده تاخد الكود عن طريق مثلا ان انت تيجي هنا عندك على الكود تقوم جاي نسخه بالشكل ده نسخ. وبعد كده طبعا تروح عندك على ليفابل عندك على هورايزن، تقوم جاي ضايف الكود وتقول له ده كود حساب ادسنس ضيفوا لي في اماكن متعدده من داخل الاختبار وخارج الاختبار، الصفحه الرئيسيه والكلام ده كله. ده ادسنس. طبعا في بدائل برضو الادسنس، ففي النهايه تقدر ان انت تعمل ده بكل سهوله يعني، الموضوع مش صعب اطلاقا. واشوفكم على خير بقى باذن الله فيديو جديد. وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو اللي بيساعد. ومع السلامه.